بسم الله الرحمن الرحيم. بشهي عن جد لازم تجربوه. اما شو شوية سجق على الطريقة السورية اشي من اللي بيشتهي قلبكم، ضروري تجربوها مع كاسة عيران، يا عيني ولا اطيب من هيك. احبائي كالعاده خلينا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول حتى اكسب اجر انا وانتو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بتمنى نضغط لايك لو احنا عم نحضر بالفيديو، بكون كثير ممنونه لكم. خذوا الفيديو مشاركه على صفحاتكم حتى ترجعوا له وقت تحتاجوه. نقول بسم الله ونبلش باطيب سجق. عم بتشوفوا معي عندي هون كيلو من اللحمة. أنا مستخدمة لحمة خروف ومستخدمة من الكتف حصرا لأنه فيها كمية دهنة أكبر. ضفت عليهم 100 جرام من دهنة الخروف وبدمجهم كتير منيح مع بعض. ومش كتير تتقيدوا بقطعية الخروف، فيكم تستخدموا أي نوع لحمة أنتوا بتحبوه وبتفضلوه، ولكن أنا حبيت أعملها على أصولها أو كيف ما الجماعة بيعملوها. وبأي إشي بيخلط عندك بنضيف 8 أسنان من الثوم، معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكمون، ربع معلقة صغيرة من جوزة الطيب، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة كبيرة مليانة من دبس فلفل الحلوة أو الحارة اللي بتحبوه، ونص معلقة صغيرة من الحلبة المطحونة وهو مكون أساسي ما تستغنوش عنه أبدا. بضيف عليهم كاسة شاي صغيرة من الخل الأبيض. بخلط كل مكوناتي مع بعض وبحطها فوق اللحمة وبدعك اللحمة مدة ما بتقل عن 5-7 دقائق. بدعكها كتير منيح لأتأكد إنه عندي كليات اللحمة وصل لها من كل هالتتبيلة اللي ضفناها. وما بيتوقف عنا الموضوع على هون أبدا، كل ما دعكتيها أكتر وقعدت في هالتتبيلة اللي ضفناها بتعطيكي نكهة بتشهي القلب. رح أخدها وأحطها بالثلاجة مثل ما هي هيك، ما بنغطيها أبدا، لازم تنشف معاكم اللحمة. وكاسة الخل اللي ضفناها هي بتعمل على تسوية اللحمة. كل 3-4 ساعات بتطلعي اللحمة بتدعكيها وبترجعيها على التلاجة. لازم تقعد معك بالتلاجة من يوم ليومين، وكل ما قعدت يومين أفضل وأفضل. شوفوا تاني يوم اللحمة عندي يعني نشفت تماما، تشربت كل هالتتبيلة. باخد اللي بدي أخده والباقي بقسمه بأكياس التفريز. ايمت ما بدك بتنزليها بتتركيها تفك تماما وبتستخدميها على طول. صدقوني يا جماعة من اللي بيشتهيه قلبكم. نعمل أطيب سندويشة سجق، وكل من زار سوريا بيعرف شو يعني سندويشة السجق، إشي عن جد بشهي القلب. ولو أنا عملتها بالطريقة الصح هذا الشيء اللي حيكتبوا لنا إياه السوريين بالتعليقات. رح آخذ خبزة الحمام أو خبز الصمون، تمام. خذ قطعة صغيرة من اللحمة وبفردها وبخليها رقيقة جدا. يعني شوفوا أنا بمسحها مسح، ما بنخليها سميكة. كل ما سمكتيها بتطلع معاكي أبدا مو طيبة. عشان هيك بسم الله ما شاء الله الكيلو بيعمل معاكي كمية كبيرة. بخلص الكميات كلها بنفس الطريقة. بتقدروا أكيد تستووها بهذا الشكل، وبتقدروا كمان تحطوا عليها جبنة موزاريلا. أنا هلأ خلال العمل رح أعطيكم طريقة التسوية الصح. شوفوا أحبائي خلصت كليات الكمية كيف ما عم بتشوفوا بسم الله ما شاء الله. يعني شايفين الكمية بتبرك، والباقي ضبيته بالفريزر. ايمت ما بدي بنزله، تمام. وعملت كمان بالخبز الرقيق او الخبز التورتيلا او الخبز العربي كيف ما قلت لكم الموجود. هلا في عندكم طريقتين للتسويه، اما بتحطوهم بقلاي، بتحموا القلاي على عين الغاز اذا مش موجود عندكم سخانه الخبز، تمام. وبتحطوهم هيك جنب بعض، بتصفطوهم جنب بعض، تمام. وبتحطوا عليهم تقاله، وكل تقريبا نص دقيقه بتقلبوهم على الوش الثاني. تخلوهم كمان نص دقيقة وبترجعوا بتقلبوهم على الوش الثاني لما يتحمصوا معاكي وتستوي معاكي اللحمة تماما، تمام. بس مش معتاد. بسم الله ما شاء الله الريحة يا جماعة، الريحة اشي عن جد بشهي. شوفوا ما شاء الله، شوفوا اللحمة مستوية تماما، شوفوا تستوي. هاي اللي هاي اللي بدون جبنة، وهاي اللي بالجبنة. هاي شوفوا مستوية على الآخر. الريحة يا جماعة. استنوا نطلع هدول بعد شوي أفرجيكم شو أذكى إشي معاها. شوف شرحات ليمون، رفعوها وقشروها، تمام. ما تخلوها سميكة بتطلع مو طيبة، تمام. بهذا الشكل شرحات بندورة، عيني يا عيني. ومخلل خيار، تمام. إذا بتحبوا شرحات من البصل، يا عيني ولا أطيب من هيك. شوفوا بسم الله ما شاء الله.
فظيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بشهي، عن جد لازم تجربوه. احبائي هيك بكون خلص معنا الفيديو لليوم، بتمنى انه يكون عجبكم. الف صحة وعافية مقدما، دمتم بخير، بشوفكم على خير، باي باي.